خير يا جماعة الخير، طالع من هنا للرياض يمكن عشان بس مراجع يوم واحد بس بجهة حكومية، بعدين ارجع مرة ثانية لدبي عشان عندي اجتماعين، بعدين ارجع الرياض. Finally in رياض الحب. ياي يا مطوع لا تروع، انت الاجمل انت الاروع، يا مطوع لا. يوم الليل انت نايم امس جايب لي من دبي عشان نسوي شو اسمه عاداتك ايش قاعد اقول انا جاي من دبي بخلص مشاوير الرياض برجع دبي، يعني رايح كذا بس. والله قلت ابغالي معزز معي فقلت ما خلت ارحب وسمع. والله بقول لكم موضوع تكفون ركزوا معايا. انا جيت من دبي على رحله الساعه 9، وصلت الساعه 10:30. طيب مريت البنك عشان بروح السفاره، وانا جيت من دبي بس عشان السفاره. خلصت من البنك الساعه 11:30. كلمنا السفاره متى تقفلون؟ قالوا الساعه 12. المشكلة مو هنا، المشكلة رحلة الساعة 4 العصر اليوم في دبي، إذا ما طلعتها راح أدفع غرامة مالية كبيرة. لأنها بطيارة خاصة، مش بطيارة يعني مش شركات. فإذا ما طلعت أنت بالطيارة الخاصة المقعد اللي أنت حاجزه لازم تدفع غرامة مالية. ففعليا أنا جيت من دبي عشان تفطر معي وتروح. فطرت مع مطوع وبرجع دبي. كاش والله مشكلة. مشاعري من الموضوع متلخبطة، يعني أنا أول مرة أكون متلخبط زي كذا. الحين لازم أرجع دبي، يعني مو أرجع دير الجنوبي، دبي. بعدين السفارة هي سفارة جنوب أفريقيا، والله العظيم. كيف تسكرين الساعة 12 بفهم بقالة؟ هي تعتبر السفارة الوحيدة في العالم اللي تقفل الساعة 12 الظهر. سفارة تدخلها غرفتين صالة وحمام، شقة مو سفارة. والله العظيم جيت من دبي، انا جاي يوم من 1500 كيلو قفلوا قدامي. ليش؟ الساعة 12 الحين لازم لا ولازم ارجع. شوف والله ودنا نتوظف عندهم يقول مداومين من الساعة 8 للساعة 12، 4 ساعات مداومين. انا جايك من 1500 كيلو تكفى حس. لو اني باخذها فرصة وبقعد في الرياض، لا غصبا عني الساعة 4 العصر لازم اطلع الطيارة ولا بنق. اصدمنا طفشانين 1000. والله قاعدين ندور في الرياض كذا من الضيقة، ما موقف ما راح انساه. اي شغلة بنسويها الحين. وقف ما في صابون. السفارة بقول له تكفى افتح، مو جايك من الدائري الشمالي، جايك من دبي. انقلع يا انقلع قدم حيوان. ازيد لكم الطين بلة. تدرون ان الحجز حق الطيارة هذا باسمي، معي 4 اشخاص، لو انا ما طلعت الاربعة تتكنسل رحلاتهم. ما عاد يمدينا الان صعبة جدا. اي والله. قل قدام متابعيني عندي ناس يغارون علي ويحبوني. لا والله فيك خير وبركة انت يا منافق يا والله. العالم عندهم اختبارات وانت اشغلت انت يا اخوي. علمهم اسمعوا. والله اتصل على امي اعلمها السالفه، بقول لها سبرايز انا في الرياض، مع السلامه انا ماشي. هي فتره اختبارات شكلها قاعده تراقب. امي غشش البنات. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ما شاء الله تردين على ارقام غريبه. مين؟ الله انا طارق حيلزونه يا امي، ما تعرفيني؟ لا تكون حاط سبيكر ولا شيء، انتبه يا واد. ما تعرفيني يا امي؟ كذا سويتي فيني؟ اذا والله. انت عارفه انا دوبي جيت من دبي وبعد 3 ساعات برجع دبي. وين جيت؟ انت في الرياض؟ اي والله. يا حبيبي متى جيت؟ واذا ما طلعت على رحله الساعه 4 العصر بعد شويه راح ادفع غرامه، فغصبا عني اطلع الرحله. وجيت تسوي فين ناوي العزم ثاني ان شاء الله؟ لا يا طارق جنوب افريقيا لا. امي جنوب افريقيا عندي تصوير يا امي. ها؟ عندي تصوير في جنوب افريقيا والله. الله يصلحك من جد، الله يصلحك. ايوه امي هنا اللعب اعلمك انا. ايوه امي شبي عليه، ايوه حريقه امي. لا هو ما يقدر يسافر عني، لازم انا اللي يصير قدام الكاميرا. ايوه امي. يا سلام، يعني انت اللي فم السمكه ما شاء الله عليك يا طارق. ايوه امي. ما في شيء، وليد مطوع بيروح الله يصلحه الطريق
قدامه مفتوح. ايوه امي، ايوه حريقه امي والله العظيم، اداء ونتيجه. بس على نقاط غالي بعدين افكر زين واديك الاوكي، يا تروح يا ما تروح. اوكي فكري خذي وقتك يا امي، اذا ما تبغيني اروح انا عادي ما اروح لانه هذا بر والدين. تبيها من اول. والله انت تحبيني قبل شويه والله ناسيتني، ما انت عارفه صوتي صوت مين. لا لان ايوه اضحكي. فين بتروحين؟ بدي اروح امريكا مع مشاري. يا ولد. مشاري يقول له لوس انجلوس، انا ما احبها بس قلت له يلا ما يهم. لوس انجلوس يا ولد يا خيريه، يلا. اسمع بقول لك شيء اخير قبل ما اقفل. نعم. يا بلاش منزل بضاعه، اسكتي. شفتي طقم الكاسات ابو 6 ريال؟ بريال اخذه. عاد فوق الدرجه دي.